انتوا عارفين حضراتكم ان في قانون في الاتحاد الدولي، ده قانون واضح وصريح، لان بدأ يبقى في أندية ليها سيطرة وسطوة على بعض الأندية الأخرى من خلال اللعيبة المعارين. وفي اونرز بتوع أندية عندهم أندية في دول مختلفة ابتدوا ان هم يعيروا لعيبة لبعض بأعداد كبيرة جدا. زي مثلا الاونر الايطالي بتاع واتفورد هو نفس الاونر بتاع اودينيزي، فكان عامل اعارات ل 20 لعيب. تشيلسي كان عامل اعارات لفيتيسا ارنم 18 لعيب، فلان الراجل الروسي كان صاحب ابراموفيتش. فجت الفيفا قالت لك قانون، وقانون واضح وصريح على كل الانديه، ان بدايه من السنه دي مفيش نادي يقدر يعير لعيبه بره اكتر من 7 لعيبه، والسنه الجايه 6 لعيبه. السنه دي نادي بيراميدز اعار 10 لاعبين. السنه دي نادي بيراميدز اعار 10 لاعبين بمعرفه المسؤولين في اتحاد الكره كمل يا ميدو الفضيحة وقول ان من ضمن ال10 اللي بيراميدز اعارهم 4 للمقاولين العرب، رغم ان اللائحة والقانون بيقولوا ان يتم اعارة 3 بس النادي واحد من ال7 اللي هيتم اعارتهم. بيراميدز قام باعارة 10 لعيبة رغم ان اللائحة والقانون بيسمحوا ليه ب7 لعيبة بس. بيراميدز قام باعاره 4 لعيبه للمقاولين العرب رغم ان اللائحه والقانون بيقولوا ما تعيرش النادي واحد اكتر من 3 لعيبه. انت بتقول بعلم ناس في اتحاد الكوره، اتحاد الكوسه دي الناس اللي فيه اللي بعلم بالموضوع ده خدوا رشوه ايه؟ السبوبه بتاعتهم كانت ايه من بيراميدز؟ قبضوا ايه من بيراميدز عشان يعملوا الكلام ده؟ ولا عملوه متطوعين فقط؟ ما اعتقدش ذلك. دي فضيحه، والفضيحه الاكبر منها كمان لاتحاد الكوسه اللي شغلته في الحياه انه يشتغل خدام عند بيراميدز وعند الزمالك ويكون ضد النادي الاهلي طول الوقت. فترة القيد اللي مديها شهرين، مديت فترة القيد شهرين ليه؟ يناير وفبراير. فترة القيد دي ما بتتمدش شهرين الا لو في كارثة حصلت عندك في الدوري خلال النص الاول من الدوري اتوقف لحدوث حرب، الدوري اتوقف لحدوث زلزال، في حاجة غير طبيعية حصلت فعطلت الدنيا. انما انت الدنيا عندك تمام، بتعمل فترة القيد تمدها 30 يوم كمان ولا شهر كمان ليه؟ تبقى يناير وفبراير ليه؟ ومن المستفيد؟ مفيش غير مستفيد واحد يا حزومة، حازم يا امام. بتشتغل لنادي الزمالك وبيراميدز يا حزومة في اتحاد الكرة؟ مفيش الا الزمالك اللي مستفيد من مد القيد شهر فبراير كمان، يكون مخلص مشكلته في قيد اللعيبة ويكون خلص مشكلته في البرتغال مع النادي البرتغالي وبعت له الفلوس، ولا زي ما بيقولوا هيبعت له ذهب بدل الدولارات عشان ينهي ازمة القيد والكلام ده. اللي بيحصل ده فضيحة يا جماعة في الكرة المصرية. اتحاد الكرة اللي خبى الجوابات قبل كده عشان يضر مصالح النادي الاهلي وعشان النادي الاهلي يلعب نهائي كاس نهائي افريقيا في المغرب السنة قبل اللي فاتت. كلنا فاكرين الفضيحة وفاكرين العار، لسه المسلسل الهزلي مستمر. اتحاد الكرة شغلته في الحياة تدمير الاهلي وتعطيل الاهلي وانه يقف ضد الاهلي طول الوقت. وبنقول لكم شغال خدام عند الزمالك وعند بيراميدز. اللائحه والقانون بيقولوا اعاره 7 لعيبه بس، هو عار 10 لبيراميدز خلاهم يعيروا 10 لعيبه وخلى منهم 4 للمقاولين رغم ان اللائحه بتقول 3، ومد فتره القيد شهر كمان شهر فبراير تقدر تسجل وتأيد اي لعيبه عشان خاطر الزمالك وعيون الزمالك. اللي بيحصل ده وصمه عار، اللي بيحصل ده ملوش علاقه لا بالشرف ولا بالكرامه ولا بالمهنيه ولا بالحرفيه. ايه اللي بيحصل يا جماعه في اتحاد الكوره ده؟ والله العظيم عيب، والله اللي بيحصل ده حاجه فضيحه بكل معنى الكلمه، ولازم ناس محترمه في البلد تقف. فين وزير الشباب والرياضه؟ فين المسؤولين عن البلد من اللي بيحصل من اتحاد الكوره ده؟ ازاي يتم اعاره 10 لعيبه من بيراميدز رغم ان اللائحه بتقول لهم 7 بس اللي يتم اعارتهم؟ ازاي يكون منهم 4 في المقاولون العرب رغم ان اللائحه بتقول 3 بس؟ ازاي يتم مد فتره القيد كمان شهر فبراير ليه؟ ايه اللي حصل عندنا رغم ان مفيش الا نادي واحد اللي هيستفيد من القصه ديت ومن الفيلم ده وهو نادي الزمالك؟
الزمالك عشان يخلص مشكلته. ميدو بيقول بمعرفة مسؤولين في اتحاد الكورة، اول واحد يجي التحقيق ميدو تعالى قول لنا مين المسؤولين دول، والمسؤولين دول يتم الاعلان عنهم، والمسؤولين دول يتحاسبوا، والمسؤولين دول يتقال لهم خدتوا ايه وتربحتوا ايه واستفدتوا ايه عشان تعملوا الفضايح والجرايم دي بحالها. غير كده مش هيبقى عندنا كورة في مصر نهائي. اقسم بالله اللي بيحصل ده ما بيحصلش في اي مكان محترم في العالم. مش عارف اقول ايه والله العظيم. اتحاد كرة بقول لكم شغلته يبقى ضد الاهلي في اي حاجة، ويبقى خدامه تحت رجل بيراميدز والزمالك. حاجة غريبة جدا وشيء لا يطاق. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.